مساء الخير. الفيديو ده لكل أم وست بيت حزينة وقلقانة من شهر رمضان الكريم. عايزة أقول لها إن ده شهر بركة وشهر خير وشهر رحمة ربنا بتكون علينا واسعة جدا. اوعي تخافي، اوعي أي ست بيت تخاف من رمضان، من شهر كريم ربنا بيقبل فيه كل الناس اللي بيعفوا عنهم واللي بيستغفروه. هو شهر الرحمة، فمش ممكن مش هيرحمنا. أأكد لكم إن رمضان هيعدي عليكم من غير ما تتكسفوا قدام ولادكم ولا حاجة. أأكد لكم إن رمضان هيبقى فيه سفرة هايلة جميلة، ربنا هيسحها بركة ورزق من عنده، حتى لو كانت الحاجات فيها قليلة. أؤكد لكم إن أنتم باختراعاتكم كمصريين وإحنا فراعنة، إن إحنا هنبرز وهنجهز سفر جميلة جدا في رمضان لولادنا بأرخص الأسعار وأحلى الأكلات الجديدة والغريبة. إحنا كمصريين أم الاختراعات كلها، ومفيش بنسد في كل حاجة. ما تخافيش، أنتِ قوية، أنتِ عظيمة، أنتِ مصرية. عايزة أشكر الست اللي طلعت وخدت ترند، إنها كانت عاملة فيديو جميل. يعني طبعًا هي بتتكلم من قلبها جدًا. هي صارخة من أي ست مصرية، بتقول له: "يا سيسي، يا سيسي، 20.000 جنيه في الصندوق، ده بيعمل جمعية عشان ب2000 جنيه واخواته كلهم بيسدوها، ده هيحط بال20.000 جنيه دي يسرق دهبي ويحطني في صندوق". حقيقي كلمات ست يعني عامية جدا ولذيذة جدا وخدت ترند، والناس كلها فرحانة قوي من طريقة صرختها للسيسي: احنا بندعمك، احنا بنحبك، احنا بنلجأ لك. ازاي 20.000 جنيه احطهم في صندوق وهو بيعمل جمعيه ب2000 جنيه واحنا اللي بنسدها له؟ ارجوكوا يا ريت الفيديو بتاعها ده عجبني. يعني هي عاملاها بطريقتها طبعا، لان هي ست بسيطه جدا وعجب، ويمكن بساطتها دي اللي نجحت الفيديو بتاعها. هي قالت كلمتين يمكن كلنا عايزين نقولهم لسياده الرئيس، كلنا عايزين نقولهم للحكومه: ان فعلا احنا بنستنجد بيكم، احنا دعمناكم وبندعمكم ومعاكم في كل حاجه، بس ارحمونا شويه. حاولوا ان انتوا حتى في الشهر ده تقفوا جنبنا. أنا شايفة في تطور في الأسعار بتاعة الفراخ، بدأت تنقص. يعني الرز نزل شوية. أنا مش عايزة أقول لكم إن الأسعار نزلت وبقت في المعقول وإن إحنا حاجة جميلة جدًا ونروح لأ، هي الأسعار لسه ما زالت عالية. الأسعار رغم إن الحكومة تدخلت، لكن لسه ما زالت كل شيء عالي علينا، عالي علينا، وخصوصًا داخلين في شهر كريم جدًا. أرجو مفتشين التموين، أرجوكم، عايزين يعني شغل أكتر من كده. يعني أنا عايزة يبقى في مفتشين تموين عليهم مفتشين، معلش. يعني لازم يعني يبقى في رقابة للتجار، ويبقى في كل يوم تحكم في الأسعار. ما ينفعش النهارده نجيب الطماطم ب10 جنيه بكرة ب25، ما ينفعش. ما ينفعش النهارده الفراخ ب180 بكرة ب200، ما ينفعش. لازم يبقى في ثبات أسعار، لازم يبقى الست نازلة مطمنة إن اللي معاها الفلوس دي هتجيب لها كذا وكذا وكذا. ما ينفعش إنها تُفاجأ بسعر ما تعرفش تجيب بيه أي حاجة. كل ده استهتار، 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 استهتار تجار بينا، استهتار يعني مفتشين التموين. لازم يعني يبقى في رقابة عليهم، لأن هم مش عاملين شغلهم كويس. مش ممكن أبدًا أنزل أجيب سلك من الراجل اللي جنبينا. جارتي قالت لي: انزلي ده أسعاره حلوة. وأنا جايبة السلك امبارح المتر ب15 جنيه بنصلّح حاجة، فقُلت طَب أنزل أجيب منه عدد أسلاك. رُحت بيقول لي: ب50 جنيه المتر، ب50 جنيه؟ ليه 50 جنيه؟ ده امبارح ب15 جنيه، يبقى النهارده ب50 جنيه؟ يبقى هنا في حاجة، في حاجة. قُلت له: مش عايزة أجيب، أنا مش هاجيب سلك، كان امبارح ب15 جنيه. الأسعار زادت ولسه الأسعار هتزيد ولسه الدولار بيزيد. طب وبعدين؟ يعني أكيد في تفاوت في كل حاجة. هو السلك ده مش كان عنده امبارح في المحل، والّا هو جاب أول ما غليت الأسعار؟
مفيش رقابه، مفيش حد بيفتش على الناس اللي ماشي. لازم المحلات كل يوم يحصل فيها تفتيش، لازم تعينوا مفتشين للاماكن كلها، المولات يروحوا فجاه يعني يعملوا ان هم ناس عاديين، مش لازم مفتشين، ويسالوا عن الاسعار. لان احنا في مأزق جامد جدا، احنا في ورطه ان مفيش رقابه صارمه على التجار وعلى اصحاب المحلات، سواء بقى كانت فراخ ولا كانت سلك ولا كان خضار ولا كل حاجه منظومه عايزه تخطيط اكتر من كده، وعايزه رقابه اكتر من كده، وتشديد من الحكومه على المفتشين انهم يشوفوا شغلهم، لان هم اللي حاطيننا في الورطه دي. يعني الحكومه بتقول انا يعني الناس اللي معهاش، اللي مش قادره ما تشتريش عرض خلاص الحكايه وصلت لمرحله ان هم بيقولوا لنا اللي معهوش فلوس ما يجيبش. خلاص يبقى اللي معاه فلوس نازل ان هو هيجيب بيها جزء، مثلا فرخه مع شويه ملوخيه مع شويه رز، ما ينفعش ان هو ينزل ما يعرفش يجيب بيها حتى حبه ملوخيه، ما ينفعش. خلاص احنا وصلنا لمرحله احنا بقينا في السوبر ماركت بنلف حوالين بعضينا عشان نشتري حاجه، عشان نشوف حاجه ارخص، عشان نقدر نقضي الشهر ده. الستات قلقانه قوي، ربات البيوت حزينه، داخل جواها حزن جامد جدا عشان النهارده بواسيهم، لان هم مش فرحانين للاسف الشديد برمضان. نسيوا ان رمضان ده شهر فرحه، شهر لمه، شهر جميل، شهر خير كله علينا وعلى جميع المسلمين. لازم 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 نساعد الامهات والمصريات زي ما هم وقفوا مع الحكومه ووقفوا ودايما بنقف معاهم، لازم هم كمان يقفوا معانا في الشهر الكريم. معلش بالنسبه بقى للفراخ البرازيلي، احنا مش لاقيين حاجه اسمها فراخ برازيلي. الفراخ البرازيلي جت واتقطعت واتجمعت على المحلات بيبيعوها زي الفراخ الفريش. شوف اديني حد ست بيت راحت جابت فراخ برازيلي، مفيش، مكاد تكون معدومه. بتيجي بياخدوها ناس معينه بتتقطع وراك، تتباع وراك وتتباع صدور، وطبعا بأثمان عاليه. فدلوقتي ايه ده؟ دليل ايه؟ ده الحكومه هي بتساعد وبتعمل حلول. ايه الحلول بعد كده؟ الحلول راحت في خبر كان ده يعني لازم نحله. يعني لو مفتشين بتفتش وناس بتعرف كويس قوي ان الفراخ دي رايحه فين، خلاص الفراخ دي تتوزع مثلا زي زمان على بطاقه التموين، فرختين تلاته، هيبقى في حدود، الواحد ما ياخدش اكتر من 3 فرخات. الناس لازم تبتدي بقى يبقى في حرص وفي رقابه من الدوله. من فضلكم فعلا فعلا احنا معاكم ان في تضخم، وان امريكا بقى فيها 40 يعني خلاص احنا عارفين كل ده وسمعناه وبنسمعه كل يوم. الولايات المتحده فيها تضخم، واكبر تضخم من 40 سنه، عارفين والتضخم عندنا عارفين، لكن احنا عايزين ناكل وعايزين نعيش وعايزين نتحدى الصعاب، احنا كمصريين واحنا كحكومه وكشعب مع بعض. ما ينفعش. وانا قلت لكم نقاطع، ما قاطعتوش، قلت لكم حزب الكنبه واستفزتكم، ما حدش فيكم كلمني او كتب لي انا هقاطع معاكي ونتحدى ونمشي في الطريق، ما حدش، كاني بكلم نفسي. فما تجوش تلوموا نفسكم بعد كده، انتوا بتتفرجوا وعايزين بتسمعوا. لازم حاجه مش عاجباكي سعرها عالي ما تجيبيهاش، حاجه رخيصه وفي متناول ايدك جيبيها، حاجه لقيتيها مغاليه جدا ما تجيبيهاش. مش هنغلب لو ما جبناهاش، لان احنا لازم نقف موقف مع التجار ان احنا فاهمين، وان احنا مش عشان شهر رمضان هنجيب، لا والله لو حبه فول وطماطم وحطينا عصير وحطينا المسليات بتاعتنا وقعدنا عملنا سمبوسك، هنفطر وهناكل وهنبقى احلى بكتير من اللحوم والفراخ. صدقوني انا ما بقولش كل يوم، انا بقول لو احنا جت علينا قوي قاسيت قوي والحاجه عماله بتزيد قوي، يقولوا الفراخ بتنقص، كل يوم نقرا في الجرايد ونقرا على الفيسبوك ونقرا لكن بتروحي تلاقي الحقيقه غير كده، بتروحي تلاقي السوبر ماركت عاليه. طب فين المفتشين؟ فين الحكومه بتقول سعر الفراخ كذا ما تجيبوهوش غير بالسعر كذا؟ فين الحاجات دي؟ دلونا احنا كستات بيوت حياره. وبداوا يحسوا بضعف، وبداوا يحسوا بارتباك، وبدات صرخات زي صرخه الست اللي في الفيديو بتقول الحقنا يا سيسي. انا كمان بقول الحقنا يا سيسي والحقينا يا حكومه، إننا بنحبك وبندعمك وطول عمرنا هندعمك، بس عايزين وقفه من الكل مع بعض، وعايزين تسمعوا صراخنا وتسمعوا ان كل الناس بتنادي بتقول رمضان داخل والاسعار غاليه. يا رب تكونوا فهمتوا الفيديو بتاعي ووصلكم، والسلام عليكم.